السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء، وتجربتي بنفسي. أنا جربت بنفسي برسيل الجل في البيت بكل المكونات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. يا ترى لما احنا نشتري برسيل جل من بره أرخص ولا نعمله في البيت أرخص؟ تعالوا نشوف المكونات الأول. معايا أول حاجة كلوريكس الألوان، طبعا ده كلور ألوان. ومعايا 2 اوكسي مسحوق اللي هو العادي، ومعايا صابونتين بلدي، ومعايا بيكنج صودا او بيكنج او كربونات الصوديوم، وده ملح ليمون. لو احنا طبعا هنستخدم البرسيل الجل ده في الغسالات العادية بنستخدم اي مسحوق زي ما احنا شايفين. ولو عندنا غسالات اللي هي الاوتوماتيك بنستخدم لها طبعا المسحوق بتاعها الخاص بيها علشان نحافظ على الغسالة بتاعتنا. انا هنا بشرت الصابونتين زي ما احنا شايفين، ببشرهم بشر ناعم علشان يكونوا معايا بسرعة كده يسيحوا في المية. انا غليت المية هنا، حطيت لتر من المية، ما نزودش علشان نعرف نقلب كويس ونعرف بان الصابون ايه خلاص معانا بقى جاهز. نقعد نقلب ونهدي النار على الاخر خالص، وناخد بالنا بان الصابون خلاص معانا داب. ونجيب كمان مصفى ونتأكد بان مفيش اي تكتلات. وبكده انا سبت الصابون اللي انا حطيته على النار ده لحد تاني يوم. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ جبت هنا مية حطيتها في الشفشق، وضربت طبعا الصابون في الخلاط، ما يجراش اي حاجة، والخلاط معايا بقى زي الفل ونضف معايا وبقى تمام التمام. ومعايا طبق كبير علشان طبعا احنا هنستخدم كمية كبيرة، وكل الصابون اللي موجود في الحلة. خلي بالكم يا جماعة الخير، بحط الصابون في حلة ستانلس على النار علشان طبعا الحلل الألمونيا هتبوظ. شايفين حلل الستانلس بتلمع ازاي، بتبرق ما شاء الله. وطبعا بقية الكمية بنضربها في الخلاط، ما شاء الله بقت عاملة زي شكل اللبن كده. كل ده بيساعد معايا في الايه، في الخلطة تكون معايا ما شاء الله القوام زي ما احنا شايفين. وبعد كده ده بطاس. بس خلي بالكو لازم نمسكه بأي أي حاجة، يعني نلبس جوانتي في ايدينا او حتى اي كيس زي ما انا ماسكه كده. ونجيب شويه ميه صغيرين زي ما احنا شايفين، معلقه كبيره تقريبا بطاس، ونجيب اي خشبه زي كده ونقلب. وادي كيس الاوكسي، كيس الاوكسي ده ب10 جنيه. انا هنا مستخدمه كيسين. لو انتوا عايزين تقللوا من الكميه مفيش اي مشاكل، بس كل ما الكميه تكبر معانا كل ما تدينا مسحوق بزياده، ونفضل نستخدم فيه ما شاء الله فترة طويلة. وكمان بينظف معايا الغسيل. ادي القوام زي ما احنا شايفين، وادي البطاس اللي احنا دوبناه في المية. والشوية دول اللي كانوا في شفشق الخلاط، شوية الصابون اللي متبقيين. ونشوف الحاجات دي كلها اتكلفت كام. ده كلور الوان، يعني كلوريكس الوان. وهنشوف في النهاية. وده معايا كلور ابيض. ونقلب نقلب وهنشوف في النهاية ان شاء الله كده احنا كلفنا كام البرسيل الجل. وحطيت لتر من المية عليه. ده ملح ليمون 1.5 معلقة. وده كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم. شايفين التفاعل؟ كل الحاجات الجميلة دي طبعا بتخلي الهدوم ما شاء الله ناصعة البياض، وبتحوش اي بقعة. وهنحط كمان لتر مية. المية دي لازم تكون سخنة علشان تساعد معايا في الايه، في التقليب. احطها على البرسيل الجل واقعد ايه اقلب.
اداني قوام ما شاء الله. ولو عايزة ازود اكتر من كده مية بزود برضو. تخيلوا كيس جيركن البرسيل الجل النهاردة بكام؟ ده نص كيلو صابون بريل، انا جايباه من المصنع، خام ما شاء الله، ريحة، رغوة، يعني مفيش بعد كده. وده كيلو برسيل جل. طبعا في مادة الفورمالين، المادة دي بتحافظ لي على الايه، على المسحوق اللي انا عاملاه في البيت، علشان طبعا تفضل فيه الرغوة وايه، وينضف لي الهدوم، وكمان تفضل هدوم ريحتها حلوة. يبقى احنا كده استخدمنا صابونتين للصابون البلدي، ومعايا كيس من الكلوركس الالوان، ومعايا كيسين من الاوكسي اللي هو الكيس ب10 جنيه، ومعايا معلقة ونص ملح ليمون، ومعلقة ونص بيكربونات الصوديوم، وحطيت معلقة من البوتاص في شوية مية كده، دوبتهم ورحت حطاهم على الايه، على المسحوق اللي قدامي. وكمان حطيت كلور ابيض، يعني تقريبا نص كوباية. كل ده بيدينا في الاخر ريحة وكمان نظافة. وهنشوف الحسبة كلها كام في الاخر، وتعالوا كده نحسب مع بعض. معايا الصابونتين البلدي ب20 جنيه، كيلو برسيل الجل ب20 جنيه، نص كيلو صابون بريل ب5 جنيه، وكمان المسحوق البودر اللي انا حطيته اللي هو الاوكسي، الكيسين برضو بعاملين 20 جنيه، وكلوركس الالوان ب6.5، ومعلقة ونص من ملح الليمون، ومعلقة ونص من البيكربونات الصوديوم، يعني قولوا مثلا ب5 جنيه. وكمان المعلقة بتاعة البطاطس، يلا نمشيها كمان 5 جنيه. وكمان حطينا ايه تاني، هنشوف الحسبة في الاخر وكله مكتوب، على اساس نشوف احنا فعلا لو عملنا برسيل الجل في البيت ارخص بكتير من اللي احنا نشتريه من بره. طبعا المساحيق بقت غالية جدا. وهنا الغسالة بتاعتي غسالة عادية جدا، حطيت فيها مية ورحت للمسحوق اللي انا عاملاه برسيل الجل. شايفين ما شاء الله، لو انا عايزه اخففه احط ميه عادي مفيش اي مشاكل، بس انا عايزه القوام بتاعه يكون كده. عمل لي كميه كبيره ما شاء الله. والرغوه كمان شايفين، والريحه خلي الهدوم ريحتها جميله جدا. وخصوصا الشرابات للواحد لما بيجي يغسلها مش بتنضف خالص. لما غسلتهم البرسيل الجل ما شاء الله الشرابات بقت زي الفل. والاساور بتاعت اي جلابية او حتى القميص، الياقة بتاعت القميص بنغسلها بتدينا نظافة جميلة ما شاء الله. شايفين الرغوة، يعني الحسبة في الاخر 81 جنيه ونص. يا ترى بقى لو اشتريت من برا جيركن المسحوق برسيل الجل، اذا كان الاوتوماتيك او حتى الغسالات العادية اللي زي اللي عندي دي، شوفوا الجيركن عامل كام النهاردة. يعني اسعار بقت فعلا فعلا في الخيال. ولكن احنا لو هنعملها في البيت ما شاء الله بيدينا ريحة، بيدينا القوام اللي احنا عايزينه، وكمان النظافة والرغوة. يعني بصراحة حاجة جميلة، وجربوا وان شاء الله. حتى لو هتجيبوا صابونة واحدة، وادي اهو ادي الاسعار اهي، لو هتجيبوا حتى صابونة واحدة ومسحوق مثلا زي ما تحبوا على قد ما تحبوا، وكيس كمان من الكلور الالوان، وشوية من الابيض الكلور الابيض، وكل ده الحسبة في الاخر 81 جنيه.
قللوا من الكمية وجربوا وشوفوا، هتلاقوا إن شاء الله نتيجة جميلة وكلها طبعا بركة، وهتكفينا إن شاء الله.